انا طموح بس كسول، ودي حاجه غريبه حد يقول هو عنده محتوى المفروض بيحسن من نفسه، حياه ناس تانية وشغال على نفسه. بس انا هبقى صريح معاك، انا هقول لك ليه انا طموح بس كسول في حاجات معينه، وليه اي حد اصلا بيقول كلمه طموح بس كسول حتى انا بيبقى عامل زي الاراجوز، وحل مشكله طموح بس كسول. دي اغنيه انا كنت بعرف العبها على البيانو، دلوقتي انا ناسيها ومش عارف العبها ليه؟ عشان انا طموح بس كسول. انا لو كان عندي الانضباط كنت فعلا عايز العب بيانو، كنت كل يوم هراجع 5 دقايق على الاغاني اللي انا عارفها. بس انا بقالي دلوقتي داخل على الشهرين ما بلعبش بيانو خالص. ففي الحاله دي انا طموح بس كسول. فهقول لك السبع حاجات اللي انا هعملهم واللي انت هتعملهم عشان ما تبقاش طموح بس كسول. ده اكزامبل طبعا للبيانو، انا هقول لك لحياتك كلها. عايزك تتخيل موقف معايا، عبد الله وبلال، الاتنين طموحين جدا جدا جدا، الاتنين عايزين يعملوا فلوس. عبد الله يوم ورا التاني ما بيشتغلش، يوم ورا التاني ورا التالت ما بيشتغلش. شاف فيديو لاندرو تيت وهو بيزعق بيقول انت محتاج تعمل فلوس، ما مش تبقى ولا حاجه في حياتك ومش عارف ايه. بلال مولود في عيله فقيره وفعلا عايز يعمل فلوس عشان يعيش حياه احسن، شايف كل الناس معاها حاجات وعربيات وحياه احسن وبيسافروا وهو ما عندوش كده، وفعلا بيشتغل كل يوم لغايه لما وصل للفلوس. ده طموح وبيشتغل، ده طموح بس كسول. كسول دي حاله مش وصف، ما بنوصفش بيها حد، دي حاله. ممكن عبد الله ده كسول في اللي هو مثلا يعمل فلوس، بس طموح وبيشتغل وهو بيذاكر. فهو عبد الله مش عايز الحاجه اللي هو عايزها، هو شاف اندرو تيت عايزها اندرو تيت اقنعه فهو انا عايز كده، انا عايز اعمل فلوس، بس هو فعلا مش عايز. وده يدخلنا في النقطه الثانيه. واحنا دلوقتي عرفنا الكسل ده حاله، عبد الله عنده حاله كسل وعامل زي الاراجوز. ليه بقى؟ عشان هو بيعمل كل حاجه الا الحاجه الصح. الاراجوز بيفضل يرقص وشكله بيبقى اهبل وكده عشان هو بيعمل كل حاجه غلط عشان يعيب على نفسه. وبقى ليه عبد الله عامل زي الاراجوز؟ عشان عبد الله بيحضر، بيحدد ميعاد يعمل الحاجه، بيكتب لستة مهام وتو دو ليست، بيقول لاصحابه كلهم، بيتخيل الاعجاب زي اندرو تيت هيبقى مشهور، بيقرا ازاي يعمل الحاجه، بيكره نفسه ساعات عشان ما بيعملش الحاجه، بيعمل كل حاجه الا الحاجه اللي هو يعمل فلوس، يحاول يعمل فلوس، بيعمل كل حاجه الا دي، عشان كده عامل زي الاراجوز. وده يدخلنا على البوينت الثالثه. وانا كنت زي عبد الله في الحاله دي، بعمل كل حاجه الا ان انا العب بيانو. بشتغل، بعمل فلوس، بعمل المحتوى بتاعي، بروح المدرسه، اجيب درجات كويسه، اكل صح، اروح الجيم وكل الكلام ده، الا ان انا العب بيانو. وده اللي انا كنت فاكر اللي انا عايزه. انا كنت حقيقي خايف من الفشل، خايف من الفشل في الحاله دي، ان انا لازم افشل واتعلم وانسى الاغنيه واحاول تاني واتعلم اغاني جديده بتاخد وقت. كنت خايف من الفشل، مش عاجبني الاحساس ده. انا كنت فاكر ان انا عايز العب بيانو، بس انا في الحقيقه طلع ان انا مش عايز، عشان انا لو كنت عايز كنت هلعب كل يوم وبقى عندي انضباط وبقى منتظم. فدي حلها حاجتين، الطموح بس كسول. عبد الله دلوقتي عرف هو طموح بس كسول وعايز الحل. انا من رايي في حلين لعبد الله زي كده في حاله البيانو. يا اما يغير الطموح بتاعه، يا اما حاجه تانية بس هقولها لك بعدين، يغير الطموح بتاعه يبقى فيه توافق، alignment. توافق، توافق هي عكس ليزينس. ليزينس هو عدم التوافق بين الطموحات والرغبات. التوافق بين الرغبات والطموحات هيشتغل. عبد الله زي ما احنا قلنا مش عايز يشتغل، هو شايف اندرو تيت بس عمال يزعله فقال له انت لازم تعمل فلوس، فهو شايف هو المفروض يعمل فلوس، بس هو في الحقيقه مش لازم. ممكن يغير الطموح بتاعه، ممكن هو نفسه يبقى دكتور، يبقى مهندس، يبقى انسان رياضي زي محمد صلاح، مش عارف ايه. ممكن يغير الطموح بتاعه، مش لازم يعمل كل حاجه زي ما الناس فاكره. مش لازم تدخل طب، مش لازم تدخل هندسه، مش لازم اي طموح انت يعني، مش لازم تموت نفسك عشان مامتك وابوك يقولوا واو برافو، وفي الاخر لما يقولك واو برافو ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل اي حاجه. فده اول حل اللي هو تغيير الطموح. بس بقى عبد الله دماغه ناشفه مش عايز الحل ده. فلو هو بقى فعلا طموح بس كسول وعايز الطموح ده، يفضل يسال نفسه ليه. ليه دي اهم سؤال في حياتي. انا قبل ما اعمل اي حاجه انا بقول لنفسي ليه انا بعمل كذا. من غير ليه انا ما اقدرش اعمل اي حاجه.
ليه انا بقعد بالساعات كل يوم اشتغل؟ ليه انا بقعد موت نفسي واعمل المحتوى بتاعي واعمل فيديوهات وافضل اعيد في نفس الكلام واتعب والناس تفضل تعمل لي جادجنج اونلاين ومش عارف ايه؟ ليه انا بعمل كده؟ لو انا ما كانش عندي ليه، والله ما كنت هعرف اعمل اي حاجه انا بعملها. فانا طموح بس كسول في حكايه البيانو، عشان ما عنديش ليه قويه. عايز العب بيانو وابقى كويس فيه. طب ها وبعدين؟ فافضل اسال نفسك ليه كتير. ليه انا عايز اعمل فلوس؟ كذا. طب ليه كذا؟ كذا. ليه كذا؟ يعني افضل اسال نفسك ليه لغايه لما تعرف ليه بتاعتك، وهتعرف تبقى طموح وتشتغل. وعبد الله هيتشينج الايدنتي بتاعته من طموح بس كسول وطموح بيشتغل. وسادس حاجه عايز اقولها لعبد الله، اللي هو مش فاهم اللي هي صعبه دي حاجه كويسه. عبد الله عايز كل حاجه تيجي على الجهاز وهو قاعد على السرير يتفرج على تيك توك واندرو تيت عن الفلوس. عايز الفلوس تجيله تبقى جاهزه. بس على فكره انا فرحان اللي هو الموضوع صعب. تمام. لو الموضوع سهل كل حد هيبقى غني، كل حد هيبقى معاه فلوس، كل حد هيبقى عنده جسم كويس، كل حد هيعرف يلعب بيانو، كل حد هيجيب درجات كويسه. طب لو كل حد عنده الحاجه دي انت هتبقى عايزها ليه؟ انت طموح وعايز الحاجات دي عشان هي صعبه تتجاب وهتحس ان انت سبيشال. فانا فرحان فعلا ان هي صعبه. عمرك سمعت حد اللي هو فرحان ان الحياه صعبه؟ انا فرحان ان الحياه صعبه عشان ناس قليله اللي هتعرف تعدي بالموضوع ده وتروح الناحيه التانيه وتوصل للطموح بتاعها. وانا لما اعدي هحس ان انا مور سبيشال. وعبد الله طموحه كبير جدا جدا جدا، بس هو عايز يبقى غني وعايز يبقى مليونير. بس هو الطموح كبير جدا وعبد الله مش هيعرف يوصل له. عبد الله المفروض يعمل هدف ايه؟ يعمل سيل اول سيل اللي هو يبيع حاجه لحد اول مره. ده لو حط الهدف ده هيوصل له وهيعرف يعمله. بس ما يحطش هدف مليونير عشان هو لسه ما عندوش القدره اللي يبقى مليونير. انا ما عنديش القدره، عبد الله لسه ما عندوش القدره. فلو حطيت ده انا نفسي مش هعرف اشتغل له، مش عارف اتاكد ازاي. فاخر حاجه، حط هدف صغير وحاول تبلان وتعمل تو دو ليست وليستة مهام اللي احنا حياتي احنا قلنا الاراجوز بيعملها دي. بس اعملها وابتدي اشتغل على الهدف الصغير مش الهدف الكبير. ولو عايز تعرف تبتدي ازاي انا عامل فيديو عشان خلاص دلوقتي عارف تطمح بس كسول وعايز تبتدي. اتفرج على الفيديو ده.